السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات أكلة سهلة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية الجلاش اللي انتوا شايفينها دي بنص كيلو دقيق بس، وهنعمل صينية جلاش أصابع الجلاش المكشكشة. هنعملها قدامكم خطوة بخطوة، ويا رب تعجبكم. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير على طول. هنبدأ هنا بسم الله بالمقادير بتاعتي. هنبدأ بالشربات الأول. 2 كوباية سكر، كوبايتين سكر وعليهم كوباية مية. أنا هعمله شربات تقيل. وهحتاج كمان معلقة عسل جلوكوز لو متوفرة عندك، لو مش متوفرة خلاص هنعمله كده بالليمون وخلاص. بس هو طبعا بيحسن الشربات وما يخلوش يسكر منك، وبيديكي نتيجة كويسة. هحطه بقى كده على النار، وهحط عصرة ليمونة اول ما يبدأ يغلي، وهحط الباكو الفانيليا بتاعي وهطفي عليه. هسيبه بقى يبرد. وهنا بحضر المكسرات. الحشو بتاعي عبارة عن سوداني مجروش، وعليه كوبايتين وعليه معلقتين جوز هند زي ما انتوا شايفين كده، قلبتهم في بعض. وهحط كمان حوالي نص معلقة صغيرة قرفة، تديله طعم حلو مع السوداني. وهبدأ هنا بقى بالنص كيلو جلاش بتاعي، هفرده كده زي ما انتوا شايفين، ومعايا السمنة مسيحاها. هبدأ بقى ادهن كده ورقة ورقة زي ما انت شايفة كده بالفرشة. هوزع السمنة على الورقة كلها. بعد كده هجيب عندي السيخ اللي انتوا شايفينه ده السيخ بتاع البوتاجاز. هلف بقى، هبدأ ألف عليه كده في بداية الورقة، وبعدين هحط الحشو. وهبدأ بقى ألف السيخ كده زي ما انت شايفة بالظبط. هعمله بقى صوابع كبيرة كده، وبعدين هكشكشها واخرجها من السيخ. هكون بقى مجهزة الصينية بتاعتي، دهناها كويس بالسمنة زي ما انتوا شايفين كده. اي صينية عندك ألمونيا بايركس، الصينية اللي انت هتعملي فيها تدهنيها كويس بالسمنة. وبعد كده نرص بقى فيها الجلاش زي ما انت شايفة كده. هبدأ بقى اعمل واحدة تانية قدامكم زي ما انتوا شايفين. هي الطريقة سهلة وبسيطة. ممكن تستعملي لو ما عندكش السيخ ده، ممكن لو بالشلمون اللي هي البلاستيكة دي بتاعة العصير، ممكن تستعمليها برضو، هتبقى اسهل لك من السيخ. فشوفي بقى المتوفر عندك تستعمليه. لو الشلمون موجودة عندك ممكن تعملي بيها، هتبقى اسهل لك كمان عشان ما بتبقاش طويلة قوي زي السيخ، هتعملي بيها بسرعة. بس انا ما كانتش موجودة عندي فاستعملت السيخ كده زي ما انت شايفة. هتبدأي بقى ترصي بقى كله كده جنب بعضه في الصينية. وهبدأ بقى اخلص الكمية بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقة. اهم حاجة ان انت تدهني الورقة كويس جدا كده بالسمنة، توزعيها كويس بالفرشة كده على الورقة كلها.
كده انا خلصت الكمية بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين، فاضل ورقتين بس، فهعملهم هلفهم دايرة كده زي الكحكة، واحطهم بقى في الجنب عشان الصينية مش هتاخد تاني كده من الاصابع. فبصوا ده كمان شكل تاني ممكن تعملوه، يعني لو حابين تعملوا كله اصابع او كله كده بالشكل ده اللي يريحكم تعملوه. انا عملته كده كتكملة يعني للصينية، فطلع شكله جميل جدا. برضو ممكن تعملوا الصينية كلها بالشكل ده. انا هنا هكمل بقى بقية الصينية كلها بالشكل ده. هلفه كحكة كده زي ما انتوا شايفين، وهما فاضل حوالي ورقتين هكملهم بقى هكمل الصينية بيهم. وطبعا مولعة الفرن على درجة حرارة 180، هيتحط على الشبكة في الرف الأوسط، وهيفضل في الفرن لغاية ما يحمر من فوق ومن تحت. هنا بقى بقية السمنة هدهنها كده من فوق. السمنة اللي اتبقت كلها يعني حوالي نص كوباية سمنة زي ما انتوا شايفين كده. هغرقه بقى سمنة وادخله الفرن. في ملحوظة هنا كمان، اول ما يدخل الفرن طبعا انا مولعاه قبليها، اول ما ياخد لون هولع عليه الشواية. لو اخد لون من تحت هولع بقى عليه الشواية من فوق دقيقة كده، واكون مراقباه عشان يحمر من فوق، عشان الجلاش ما بياخدش وقت حبايبي في الفرن، ممكن يتحرق منك. فاول ما ياخد لون من تحت بامبي كده حلو، اولع عليه الشوايه لمده دقيقه كده وانا فاتحه الفرن، وياخد لون من فوق اطفي عليه بقى على طول واطلعه. اول ما يطلع زي ما انتم شايفين كده بسقيه بالشربات، بيكون الشربات برد، وبسقيه بالكميه الشربات كلها اللي انا عملتها. وده شكله كده زي ما انتم شايفين. باقي المكسرات بزوق بيه بقى كده من فوق زي ما انتم شايفين. بترشي رشه خفيفه كده عليه قبل الشربات ما ينشف عشان المكسرات تمسك كويس ومتقعش. وده كده شكله النهائي. بعد كده بيبرد بتقطعيه بقى صوابع صغيرة زي ما انت عايزة، على قد عقلة الصبع كده، وتقدميه لضيوفك وبالهنا والشفا. اول ما يبرد هنقطعه بقى مع بعض ونشوفه شكله بعد ما اتقطع. وده شكله حبايب قلبي بعد ما قطعته وحطيته في طبق التقديم. يا رب الوصفة تعجبكم وترضاكم. يلا بقى اعملوه في العيد. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الايام بخير. وانتظروني بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أكلة سهلة. كنت معاكم أم مروان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.